حلقه اليوم نهضروا على اداء الوداد في الماتش ضد جديده. نشوفوا اللي كان مزيان شنو اللي كان ناقص ونعطيو تقييم اللاعبين. واخا بالنسبه للمزيان كنظن واضح، الوداد امنت 3 بوين، قدرت تربح بسكور وسجلت 4 البيوت، كان عندها شخصيه وردة فعل وقدرت ترجع في النتيجه. الماتش اللي تفتح في الاخر عطى الفرصه لمكوينه باش يدخل دراري جداد يعطيهم دقائق ويأهلهم في راحته، وخلاص دفعه معنويه مصدر ثقه للاعبين الجمهور والمدرب اللي مهم يخدم يتطور ويبني وهو كيربح. النقاط الايجابيه والمكاسب هي هذه. نجيو للخايب دابا. مبدئيا كنظن كلشي متفق بلي الوداد خرج الشوط الاول كارثي، ما عطى فيه والو، كانت عنده نواقص كثيره، مشاكل في البناء والخروج بالكره، قوه الكرات الطوليه الغير مركزه اللي الغرض منها التشتيت ولا كيف ما كيتقال التطواع، وغياب تام للتفاهم ولا الاسلوب لعب واضح ومعروف. ما شفناش دوك المثلثات، ديك الدقه في التمرير ودوك المترابطات اللي كيبغيهم مكوينه. من بعد كان تحسن والوداد نسبيا دارت، خاصه من داروا التغييرات ومن تسجلوا البيوتات، الضغط ترفع واللعابه طلقوا. ولكن هادشي ما كيمنعش باللي في الاول كان مشكل في بناء اللعب كيف ما كان مشكل في الدفاع. الوداد دفاعيا بان مدعدع، الشبكه ديالو مستباحه، ماشي صعيب توصل ليها وماشي صعيب الدقه. جديده وصلت بزاف، سبقات البيت الاول ملي كان الماتش 0-0 وكانت قادره تسبق الثاني ملي ولا الماتش 1-1. نواقص دفاعيه كثيره، ولكن في نظري المشكل الحقيقي هو انه الازمه ازمه منظومه وماشي هي افراد. ممكن المشكل هي في مرموق الديراني، كون قلت لك هانيه من يرجع حركاس ويوجد بوطويل الامور تقع. ولكن لا، صحيح كان مشكل الافراد والديراني على قد الحال، ومرموق كان نيه اكثر من القياس في لقطه بيلانتي، ولكن في نفس الوقت كان مشكل كبير المنظومه. والوداد بجميع خطوطه كان ثقيل في التحولات الدفاعيه وغير فعال في الضغط العكسي. ارجون راه وصل عند مطيع ومحروس وصحابو يلاه كيجروا رجليهم، والضغط العكسي كان كيدار بسذاجه كبيره، ما كانش فيه شراسه وما كانش فعاليه. الدراري القدام والوسط مرخيين، كتحس بهم هي كيمثلوا اللعابات الجديده، كانوا كيدوزوهم بسهوله وتقدر تقول باللي راهم عراو مرموق والديراني وورقوهم كثر ما هما مورقين. وهادشي بالتاكيد ما صالحش، خاصه ملي كتكون باغي تطلع البلوك، حيت انت المعادله واضحه، انت كتلعب بلوك او وكتضغط الخصم في مناطق ديالو. هادشي كيعطيك امتيازات كثيره وكيخليك تخنقو وتحرمو من البناء وكيخليك ديما عندك الافضليه والزياده العدديه. ولكن بالمقابل انت كتخلي موراك مساحه كبيره اللي لاعب ضدك غالبا غادي يحاول يضربها بالانطلاقات اللي كيكونوا في ظهر المدافعين ديالك. باش تحمي هذه المساحه يخص التحولات ديالك تكون سريعه، ويخص الضغط العكسي اللي كيدار يكون قوي شرس وفعال. ما يمكنش تطلع البلوك وانت التحولات ديالك ثقيله وما قادرش تجاري انطلاقات الخصم، وما يمكنش تطلع البلوك وانت الضغط العكسي ديالك غير فعال واللي لاعب ضدهم كيدوزوك بالزربه وكيديروا التحولات الهجوميه ديالهم في راحتهم. المعادله هي هذه، والوداد ما احترمتهاش في هذا الماتش. انت شوف معايا هذه اللقطه، اللاعب خدا كره هز عينو قرا التيران وعطى التمريره في راحته بلا ما يضغط عليه شي واحد ولا يضايقو. وشوف اللقطه اللي جا منها بيلانتي، حتى هي نفس الشيء، اللاعب خدا كره هز عينو عطى باس في الظهر بلا صداع وبلا مشاكل. السؤال دابا واش الوضع كارثي والجمهور خاصو يخاف؟ شخصيا كنشوف لا كاين مشاكل ولكن كاين مؤشرات ايجابيه. الوداد كيتطور، باقي خاص تفاصيل تكمل ملي غادا تطلع جوده اللاعبين ونشوفوا هركاس وبوطويل، وغادا تجي مع الوقت مع الخدمه ومع توالي المباريات. مكوينه ما يمكنش تدوز عليه هاد المسائل، وبالتاكيد يلقى ليه دواء. واخا ندوزو دابا لتقييم اللاعبين. بالنسبه للمطيع كنظن واضح بلي راه عنده المشروعيه الافضليه والرسميه ديالو لا تناقش. قلوب الدفاع هضرت عليهم قبيله، والخلاصه هي انه مرموق الديراني بلون بي والاساسيين باقي ما شفناهمش. الاظهره ناسيك عندي عليه ملاحظات كثيره ومفيد ما بيش، كيحاول وقاضي غرض، ولكن بجوج ماشي قد الوداد وما يوصلوش لعطيه الله والعملود. حروس عطى جهده كامل وصل لحدو وجا الوقت يخلي بلاصتو المبارك. المترجي كان مؤثر وفعال، البيت اللي سجل والاسيست اللي عطاه كيحميوه وكيغنيوه على اي انتقاد وملاحظات. ساخير كان متوسط والوداد باقا كتساين منه اكثر من هكا، ولكن اللي عجبني فيه هو انه مستواه ثابت منزل حتى ماتش، وهذا في حد ذاته مؤشر ايجابي. عبر بعض الماتشات حتى مره ما كان خايب، ماشي واو مبهر ولكن ماشي كارثي، كيدخل كيقضي الغرض وكيخرج. شاد لي متوسط، ولكن باقي كنشوفوا الصفقه الافضل حتى لدابا. يانغ ما وصلاتوش كره، ما تخلقش ليه فرص كثيره، ولكن خونا واقف وكلشي فيه كيقول بلي راه مهاجم من طراز رفيع، من تحرك الفرقه يكون مفيد اكثر من القياس. بدلاء ما نقدروش نهضروا عليهم بدقه، ولكن ارتور عطى مؤشرات ايجابيه. خليو لنا رايكم في خانه التعليقات، حنت لنا حلقه دسالات. الى عجبتكم ما تنساوش ديروا جيم، تشتركوا في القناه. شكرا جزيلا على المتابعه والى اللقاء.